ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن افضل ساعة ذكية رخيصة ممكن تشتريها وتقدم لك كل المميزات اللي انت تحتاجها، وهي بعد بحث طويل وتدوير وبرضه تجربة المي برو لايت. والنهاردة هتبقى مراجعتها بعد 3 شهور من الاستخدام. طيب في الاول كده خليني اقول لك على الشروط او الحاجات اللي ممكن تخليني اشتري ساعة او مشتريهاش. اول حاجة تكون شكلها حلو او الديزاين بتاعها يكون شكله حلو، لان الساعة دي جزء من زي ما بيقولوا كده الاوتفيت اللي بتلبسه. فالافضل في الحالة دي ان انت تجيب ساعة دائرية لانها بتليق على معظم الهدوم، على عكس الساعة اللي هي المربعة او الديزاين بتاع ساعات ابل عموما. تاني حاجة ان الشاشة تكون اموليد، الموضوع ده بيفرق جدا. الشاشة الاموليد بتخلي الوان الساعة افضل، السطوع بتاع الشاشة افضل، الاسود اللي في الساعة بيبقى باين ان هو مطفي تماما، فبتنقل الساعة في حتة تانية خالص. اي ساعة مش اموليد انا الصراحة ببقى متضايق كده وانا لابسها او وانا ببص في الشاشة بتاعتها. لازم تكون من شركة معروفة، مش تكون متصنعة تحت بير السلم او تكون مجهولة المصدر، زي ساعات التقليد بتاعت ابل. لو حصل لك اي حاجة في الساعة مش هتقدر تعمل حاجة، يعني هي خلاص راحت عليك. لازم برضو تكون البطارية بتاعت الساعة تكون بطارية محترمة تقعد على الأقل 4 5 أيام، لأن فكرة إن أنت تشحن البطارية بتاعت الساعة بتاعتك كل يوم فكرة غبية جدا. أنا مش عارف الناس اللي معاها أبل ووتش مستحملة الموضوع ده إزاي. يعني انت في الاغلب هتنسى اصلا تشحنها، فده موضوع يعني رخم جدا الصراحه. ولازم طبعا تدعم اللغه العربيه، لان في رسائل كتير اكيد هتجيلك بالعربي فتقدر تشوفها او تعرف تقراها من على الساعه. كل اللي انا قلت لك عليه دوت موجود في المي برو لايت. المفروض شركه مي برو ديت تابعه لشركه شاومي على حسب ما لقيت يعني، ولكن المهم ان احنا هنا جايبين ساعه من شركه موجوده وليها ضمان او متوفرة في السوق المحلي. طيب خلينا نتكلم عن الديزاين بتاع الساعة أو التصميم بتاع الساعة. الساعة هنا شكلها بسيط خالص، كلها اسود في اسود زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي حاجة غير اللون الاسود. الشاشة هنا كيرفت شوية من على الاطراف، وزي ما قلت لك من شوية فهي بالشكل الدائري وده بيبقى افضل طبعا. البادي هنا كله مصنوع من مزيج من البلاستيك والحديد. هي الصراحة ملمسها في الايد او خاماتها متينة جدا، ما بحسش معاها مشكلة بصراحة. وعلى الرغم انها مش مصنوعة من البلاستيك ولكن وزنها خفيف جدا، مش هتحس بيها في ايدك اصلا، فدي حاجة كويسة. وكمان هنا هي محمية من المية بمعيار اي بي 68، فتقدر تستحمى بيها تنزل بيها البسين من غير اي مشكلة. عموما الساعة شكلها كويس والخام بتاعتها كويسة جدا، واظن ان هي هتنفع مع البنات لانها مش كبيرة في الحجم، وفي نفس الوقت تقدر تغير الاستراب زي ما انت عاوز. الاستراب هنا 20 ملي، تقدر تغيره براحتك. تعليق بس على الاستراب اللي جاي في العلبة ان هو استراب بيتجرح بسرعة وبيلم تراب، فالافضل انت تشتري استراب تاني، وزي ما قلت لك تقدر تغيره بسهولة وتشتريه من أي حتة وهو بمقاس 20 ملي. طيب خلينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا في أي سمارت ووتش، وهي الشاشة هنا بمقاس 1.3 إنش ومن نوع أموليد زي ما قلت لك من شوية، وتقريبا في طبقة حماية على الشاشة، لأن الشاشة اتخبطت مني كذا خبطة قوية جدا بصراحة، وعدت منها ما حصلهاش أي حاجة، فدي حاجة كويسة جدا. ودي برضو من الحاجات المهمة في أي ساعة. طيب بالنسبة للشاشة نفسها فهي شاشة بكثافة بكسلات كويسة، كل حاجة باينة وواضحة بشكل كويس جدا. طيب بالنسبة للسوفت وير فهو سوفت وير لذيذ بصراحة، القوائم متنظمة بشكل كويس، كل حاجة موجودة، كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها موجودة عندك. 20 وضع رياضي أو 20 رياضة. طبعا أنا مش بستخدم أي حاجة من الحاجات دي. عندك كمان مواعيد، او عندك التتبع بتاع التمارين بتاعتك، دي حاجة جميلة. عندك معدل ضربات القلب، عندك معدل الاكسجين في الدم، عندك ساعات النوم او السليب ريبورت، عندك الضغط، عندك تنظيم التنفس. في حاجات كتيرة موجودة في الساعة. طبعا هنا عندك اللي هو التحكم في المزيكا. عندك كل حاجة هتحتاجها بصراحة في السوفت وير ده. وطبعا هنا بيجي لك الإشعارات عادي، لازم بس تربط الساعة بالموبايل بتاعك عن طريق برنامج اسمه فيت برو. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. كمان في هنا كالكوليتر يعني لذيذ والله، ممكن تتزنق لها في وقت ما. وعندك هنا كمان تذكير بميعاد الدواء، بميعاد التمرين، بالتذكير ان انت
او بيفكرك ان انت تقوم من على الكرسي، يفكرك ان انت تشرب ميه. كل دي حاجات لذيذه جدا بصراحه. وكل اللي انت او كل اللي انا قلته لك دلوقتي عندك القرايات كلها هتبقى محفوظه على البرنامج اللي قلت لك عليه اللي هو الفيت برو. فبصراحه السوفت وير كويس جدا، مش ناقصه حاجه بصراحه. طبعا تقدر تحمل واتش فيس من البرنامج، ولكن هنا انت عندك 5 واتش فيس ثابتين وواحده بس تقدر تحملها من البرنامج. وطبعا عندك كمية كبيرة من الواتش فيسز اللي موجودة على البرنامج. مشكلتي هنا ان انت ما تقدرش تحمل كذا واتش فيس من البرنامج، هو واتش فيس واحد بس. مش مشكلة كبيرة، ولكن كنت اتمنى ان انت تقدر تغير الستة الموجودين على الساعة. كل الاشارات هنا بتظهر لك على الساعة باللوجو بتاعها، بالمسج او بالرسالة اللي جاية لك. مدعوم طبعا العربي زي ما قلت لك. مشكلتي بس ان الخط هنا صغير شوية، حتى في معظم الحاجات اللي في السوفت وير كله الخط صغير شوية. لما بتجيلك مكالمة وانت رابط الساعة بالموبايل بتظهر لك على الساعة واسم اللي بيتصل بيك. كل اللي تقدر تعمله ان انت تقفل بس، متقدرش تعمل حاجة، متقدرش ترد، لان هنا مفيش مايك وسماعات. طيب بالنسبة بقى للبطارية، واللي هي واحدة من اهم الحاجات في اي سمارت ووتش، البطارية هنا بطارية كويسة جدا بصراحة. كملت معايا الاسبوع من غير مشكلة، ممكن تكمل معاك 10 11 يوم لو انت مش رابطها بالموبايل. فبطارية جامدة جدا. كمان في هنا وضع بيخليها تقعد معاك تقريبا 20 يوم. بطارية جامدة جدا وبتتشحن تقريبا في ساعة، ما قيستش قوي بصراحة. طب بالنسبة للسعر، واللي أظن ناس كتيرة مستنية يعني، الساعة دي عاملة ما بين 1700 جنيه و1800 جنيه. وانا عارف دلوقتي ان انت بتفكر ازاي 1700 جنيه ولا 1800 جنيه تعتبر ساعة رخيصة. عايز اقولك والله هو ده كله بسبب الدولار وارتفاع سعره بالنسبة للجنيه. يعني قبل مثلا ما الدولار ما يغلى كانت ممكن تبقى عاملة 700 800 جنيه. ففي الاول والاخر ده بسبب الدولار. ولكن عايز اكد لك ان دي من افضل الساعات الرخيصة اللي ممكن تشتريها، او من الساعات اللي الفئة الاقتصادية يعتبر، ومش هتتضايق منها خالص. ولحد دلوقتي انا ملقتش فيها عيوب قوية تخليك ما تشتريهاش. وبس كده، دي كانت كل حاجة لفيديو النهاردة. لو عجبك الفيديوهات ديت وعاوزين منتجات تقنية تاني زي السماعات او الساعات، قولولي وهعمل فيديوهات تانية عليها. و متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، لان الفيديوهات اللي جاية جامدة جدا. بس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.